شاهدوا معايا وغنرجع لكم. كانوا بيدوز عليه. يبقى هو هو راه هذاك اللي غادي يحيد هذاك خدمتي ياك. لا ربي مال ما كاينش. في هذا الفيديو الخوت غادي نحاولوا نشروا معكم اشنو قالت خديجه الزغراته بخصوص اخنوش. اخنوش غادي يمشي بحاله، ولكن الصدمه الكبيره اللي غادي تسمعوا معايا اشنو كان رد الفعل ديالها من بعد ما قالوا لها بان بغيناك تولي رئيسه حكومه. اول حاجه الخوت قبل ما غندوزو معكم التفاصيل، رجاء الاخوه اللي غيوصلهم هذا الفيديو واللي كيتفرجوا معنا، قبل ما غندوزو معكم التفاصيل الصادمه اللي غادي تسمعوها، اعطيونا الاراء ديالكم واللايكات ديالكم فضلا وليس امرا باش تبقاو توصلوا بكل ما هو جديد. اول حاجه اصدقائي، ليلى عبد اللطيف واللي صرحات بتصريحات ديالها عبر القناه ديالها اللي كتنشر فيها في مواقع التواصل بالاخص في اليوتيوب، اكدت بان اخنوش غادي يمشي بحاله سنه 2026، يعني النهايه ديالو عما قريب. النهايه ديالو عما قريب. اخواني اخواتي الاعزاء، احنا عارفين بان اخنوش بالفعل الاصدقاء في ورطه كبيره مع المغاربه، وكنشوفوا هذا الشيء في ورطه كبيره مع المغاربه، وخاص لان الاخوان والاخوات باش نكونوا واضحين، لان خاص المغاربه والمغربيات يعرفوا هذه النقاط، هذو مهمين. اخنوش سوف يغادر الحكومه عما قريب، لان الوقيته ديالو جات متتبعينا الكرام، وهذا الشيء اللي خصكم تعرفوه، النهايه ديالو جات. ولكن للحد الان ما يروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فبزاف الناس كاين اللي مع اخنوش وكاين اللي مع ضد اخنوش. بالنسبه خديجه الزغراته ماشي اول مره غادي تخرج وغادي تتكلم على اخنوش، ماشي لاول مره غادي تخرج وغادي تتكلم على اخنوش متتبعينا الكرام، وغادي تاكد بان هذا الكلام هذا كيبقى توقع. اسمحوا لنا الاخوان على هذا الصداع، هذا كيبقى توقع ديال هذه السيده هذه، لانها فقط واللي كيعلم بالغيب هو الله سبحانه وتعالى. ولكن الحكومه ديال عز اخنوش، انا بغيتكم نتوما تاكدوا لي في التصريحات او في التعليقات ديالكم، هل انتم مع هذا الشيء اللي اكيد اللي واقع؟ هل انتم مع متتبعينا الكرام؟ لان هذا الشيء كارثي بالمعنى الكلمه. اخواني اخواتي الاعزاء، هذا الشيء والله العظيم الا كيضر في الخاطر، وانا مازال غادي نبقى نقولها، راه حسبي الله ونعم الوكيل. لان هذا الشيء الحكومه ديال عز اخنوش ما كتجاوبش، الا لاحظتوا بان لحد الان لم تتجاوب مع المواطن المغربي، وحنا خير دليل لانه مشنا خرجات وخرجات. اخواني اخواتي الاعزاء، للاسف باش نحطوا النقاط على الحروف، للاسف متتبعينا الكرام، وهذا ما جاءنا في مجموعه ديال الاخبار وكنحاولوا نوصلوها لكم. ولكن خصكم تعرفوا بان الخوت بان بخصوص خديجه الزغراته فانسانه عفويه، واللي خص المغاربه يعرفوها، راه انسانه كنقولوا عفويه، ماشي شي وحده لان الخوت خايبه، او ربما شي وحده لان كتكلم بداك الشيء وكتقول بان هذا الشيء راه غيوقع ربما 100% 100%. فهاد الشيء راه ما كاينش وما غاديش يقدر يوقع هاد الشيء 100%. ولكن دائما بعض المرات كتوقع كتقول بان غيمشي بحاله، وهذا الشخص هذا فلن يجلس على حساب الخبر اللي كنتوصلوا به، كتقول بان ما غيقدرش يجلس ولو حتى من بعد ما غادي تسالي الولايه ديالو، ممكن لان غادي غادر وغادي يمشي لان عما قريب. اذا هل ممكن لان هاد التوقعات ديال هاد السيده هذه غادي نقدروا نشوفوها؟ واش ممكن اخواني اخواتي الاعزاء؟ لان غادي يبقى معانا وغادي يبقى مستمر معنا في حكومه او في الحكومه ديال عز اخنوش، لان الحكومه ديال عز اخنوش اغلبيه دابا المغاربه فهم ضده، اغلبيه ديال المغاربه حاليا فهم ضد متتبعينا الكرام، وكنشوفوا هذا الشيء هذا. والمغاربه ما غينساوش، غير باش نحطوا النقط على الحروف، المغاربه ما غينساوش بان الكلام اللي كنتكلم به او الكلام اللي كنأكدو والكلام اللي كنأكدو متتبعينا الكرام خلال، لان الخرجات ديالو في بدايه رئاسه الحكومه، كنا شفنا السيد، لان الخوت كيقول بان غيعاود التربيه
غيعاود التربية، لأن واحد الفئة كبيرة من المغاربة. هل ممكن واش هؤلاء لأنه قال هذا الكلام هذا غادي ينساوه المغاربة أم ليس لأن غادي يقدروا ينساوه المغاربة من بعد ما قال هذا الشيء الإخوان والأخوات في المغاربة، وكيقول بأن غيعاود لهم التربية؟ إذا السؤال كيتطرح لكم الخوت، هل ممكن لأن حكومة عز أخنوس سوف تغادر، فهل ممكن متتبعينا الكرام نقدر نشوفوا بأن رئاسة الحكومة غادي نشوفوا حكومة جديدة؟ احنا ما عندناش هدف معين، غير باش نكونوا واضحين، ما عندناش شي هدف معين لأن من أجل لأن يمشي هذا الشخص هذا ما عندنا ما نديرو. ولكن المشكل والخطير في الأمر الأصدقاء، هذا مشكل اللي هو كارثي، هو اللي أن بغينا من طبيعة الحال لأن شخص اللي غيجي اللي غيكون في المكان المناسب، بغينا الشخص المناسب في المكان المناسب. هذا هو الهدف ديالنا حنا، سواء كان أخنوش سواء غيكون غير أخنوش. الهدف ديالنا دائما غادي نقولوها هو لأن خوتي المغاربة يجي شخص يكون في المكان المناسب واللي غادي يتقبل المطالب ديال المغاربة، غادي يتقبل المطالب ديال المغاربة أو الشعب المغربي، وغادي يتجاوب مع الرأي العام. إذا حياكم الله الخوت، شكرا لكم، شكرا للمتتبعين الأوفياء داخل وخارج أرض الوطن. فنحن دائما كنحاولوا نوصلوا لكم داكشي اللي كنتوصلوا به في إطار تنتوما عندكم حق، وتنتوما عندكم الحق لأنكم تخليوا لنا الآراءات ديالكم الخوت بخصوص الموضوع. والله يدير شي تاويل الخير، لأن خديجة الزغرة بعض المرات أنا غنقولها فهي كتكلم بطريقة عفوية وكلامها عفوي، وغادي نقولها بصالح العبارة كلامها كان عفوي. ما غاديش نقولوا بأن هاد السيدة راه 100% كلامها غادي يقدر يوقع، ما غاديش نقدروا نقولوا هذا الشيء. ولكن الحاجة الوحيدة اللي غادي نقدروا نقولوها بأن أصدقائي فإنسانة عفوية وكتكلم بطريقة عفوية، في انتظار إن شاء الله بحول الله ينتهي أو يتم الإنهاء ديال هذا الملف هذا بصفة نهائية. شكرا لكم الخوت، وحياكم الله، وتحياتي للجميع المغاربة داخل وخارج أرض الوطن. التعليقات ديالكم كيهمنا أكثر، فحفظكم الله ورعاكم إخواني أخواتي الأعزاء. هادشي اللي غادي نقدروا نكفيو معكم في هاد الحلقة، ما غاديش نزيدوا أكثر، والتعليق ديالكم كيبقى في خانة التعليق. أشنو بان لكم في الأخت خديجة الزغراتة؟ أشنو بان لكم في قضية أختنا خديجة الزغراتة؟ حياكم الله الخوت، وشكرا للجميع المغاربة.